السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وافضل احوالكم. بجد وحشتوني كل الناس طبعا، اصدقائي واصحابي على اليوتيوب. من كام سنة طبعا وحشوني. طبعا احنا بقينا فترة مع بعض، يعني هنكمل 3 سنين الشهر الجاي، وهنبدأ في السنة الرابعة على خير ان شاء الله. بجد في ناس كتير الواحد مفتقد ان هو يكلمها، زي غالية فود واسيا وولاء. كل الناس دول حبايبي جدا يعني. حتى والله بطلنا نتواصل على الواتس، الدنيا بقى ومشاغل الحياة. الدنيا شغلة الناس كلها. طبعا انتم ملاحظين ان انا الفترة اللي فاتت دي مش بنزل فيديوهات كاملة او طويلة، بحيث يعني ان انا مش عايزة اطول في الفيديو، علشان الحاجات دي انا عملتها معاكم قبل كده. فانا يعني بختصر الفيديو على قد ما بقدر عشان المشاهد كمان ما يملش. وانا مش عارفة ليه ما كانش عندي الاول كده ان انا كره التصوير من بداية الفيديو. يعني بحاول ان انا اقصر كده، لاني مش عارفة، مش حابة ان انا اقعد اصور كتير. المهم بقى النهاردة كده عملنا اكلة جميلة كلنا بنحبها، الا وهي اللوبيا. شكلها حلو قوي. هنبقى كده كام معلومة للناس الجميلة الصغننة. اللوبيا الأول كنا بنسلقها، وشكلها جميل جدا اهي. اللوبيا أنا كنت الأول بسلقها، دلوقتي لأ، طعمها اختلف. أو جربيها عن تجربة. اعمليها الأول، بليها، نقيها طبعا كويس الأول، وبعد كده بليها. وأول ما تدخل اللحمة، طبعا انتوا عارفين الطريقة المعتمدة اللي أنا بعمل بيها أي طبيخ. بحمر البصل، وبعد كده بنزل باللحمة واشوحهم مع بعض، وانزل برشة فلفل اسود، وبعد كده بحط الطماطم، طبعا ببقى مصفياها من القشور. وبعد كده بعد ما اول ما تدخل اللحمة على السوا، بنزل اللوبيا بتاعتي من غير اي سلق. بكون غسلها طبعا كويس ومنقيها كويس زي ما انتم شايفين كده، شكلها نضيف وجميل. وبنزلها تلقائيا كده على الصلصة، وهي بتستوي في قلب الصلصة كده. طعم اللوبيا كله بيبقى في الطبيخ، بيبقى طعمها تحفة. غير لما بنسلقها الطعم كله بينزل في مية بتاع السليق، وبنرمي احنا طبعا المية ونحطها بعد السليق. لا، جربوها كده من غير ما تسلقوها بجد، هتدعولي. هنعمل بقى رز ابيض جنبها، وهنا بعمل بتنجان. نعمل بتنجان كده مخلل مع بعض، طبعا بسلقه. حطيت كده ليمونتين، دول طبعا الليمون طبعا لما يتجفف كده عندك او ينشف ما ترميهوش، شيليه في باب الفريزر. بتسلقي مثلا مكرونه في حله ألمونيا، عايزه تنضفي كاتل، عايزه تنضفي براد، مفيش اي مشكله، حطي 2 أو 3. بيساعدك على التنظيف والتلميع، وان هو مش بيسود حلال الألمونيا. وخلاص كده هطفي عليه، اسيبه دقيقتين كده في الميه، وبعد كده يعني ما ارص عليه قوي، ما يكونش مهري قوي معايا. اسيبه كده شويه وبعدين اطلعه. تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعه البتنجان الجميله دي. معايا بقى هنا خلطه البتنجان. قشرت كده، ده توم فريش، انا ما بحبش التوم، ما بحبش افرزه عموما، بحبه فريش كده للاكل، للملوخيه، لاي حاجه بيبقى الطعم طبعا نفاذ، وبيبقى احسن من ان انا بفرزه او انقيه واشيله. ممكن انقيه واشيله سليم كده في برطمان عندي في التلاجة واسحب منه. طبعا كنا مخزنين هريسة شطة زي ما انتوا كنتوا متابعيني من زمان، بس دلوقتي مفيش ان شاء الله. لقيت معلقة كده مستخبية، قلت لها تعالي تديني لون كده وطعم برضو للبتنجان بتاعي. طبعا حطيت القرنين فلفل اخضر زي ما انتوا شايفين كده، حطيت كمية من الملح تمام، واحط شطة، حبة شطة كده حلوين تمام. وهضرب بقى الكلام ده كله مع بعض. وطبعا هحط خل، العامل الاساسي طبعا اللي هيعلي التست معانا الخل والليمون في الخلطة الجبارة بتاعتنا دي. هضرب دول وبعد كده اضيف الفلفل الاحمر ده معاهم. حبايب قلبي اهو جهزت كده عصارة الليمون.
الخلطة اهي زي ما انتوا شايفينها. طبعا هطلع السكينة دي، ابدأ انزل كده التوم اللي عليها. مش عايزين نخبط بقى اهو. انا كده طلعته في مصفى، بس اعمله بقى وهو سخن. تمام. ليه بقى اعمله وهو سخن؟ علشان خاطر قولوا معايا، عشان خاطر ايه؟ اعصر بقى كده ايه ليمونتين. تمام. اللهم صل على حضرة سيدي محمد. اعصر ليمونتين، اهم حاجة بقى الليمون. ندي كده ليمون ايه كويس عشان يظبط معانا التست بتاع البتنجان. طبعا القشور دي انا هحطها في المية بتاعتها. تمام. وحطيت شوية خل قبل ما اضربه. النصيحة برضو هنا ان احنا نخلي البتنجان وهو سخن، ما نسيبهوش لما يبرد. تمام. كده عصرنا الليمونتين، حطينا خل، حطينا طبعا الملح. هبدأ بقى اقلب اهو. طبعا مفيهوش بذور. اجيب علبة بقى واخلله. طبعا انا مش فاتحاه، اوريكم كده واحدة. افتحها كده بالسكينة، هو سخن. بصوا قلبه ابيض كده وجميل. ناخد حبة كده بسم الله، خلله كده وهو سخن المنظر الجميل ده. انا هنا بيحبوا التوم كتير فيه. تمام. نخلله بقى كله ونرجع مع بعض تاني. وحبايب قلبي خلاص خلصنا. هنا بقى حطيت شوية مية مع بواقي قشور الليمون دي، وعصرت ليمونة وحطيت شوية خل. تمام. وحطيت شوية ملح وبدوبهم كده. ممكن لو حابة مية ساقعة بلاش مية سخنة. ونحطه بقى في التلاجة. البتنجان المخلل بتاعنا بيبقى تحفة اهو. اهو شكله كده بالجمال ده. هبدأ بقى انزل عليه كده بالمية، ومحطش بقى مية كتير يعني، فاهميني؟ عشان خاطر ايه التوم كده ما يطلعش بره البتنجان. تمام. زي ما احنا شايفين كده يا دوبك ايه حاجات بسيطة، لان طبعا اللي فوق ده هناخده طبعا ساعة الاكل. يا ريت بقى نحطه في التلاجة او شوية كده في الفريزر علشان خاطر يبقى ساقع كده وجميل. كل ما يكون ساقع كل ما يكون اجمل. هي العلبة طلعت كبيرة شوية، بس هي اللي طلعت في ايدي بقى. وهنا بقى عملنا خلصنا اللوبيا بتاعتنا الجميلة، اتسلقت اهي، بقت بالجمال ده زي ما انتوا شايفين. هعمل جنبها رز ابيض، وده كده هيبقى غدانا النهارده، لوبيا مع رز ابيض مع بتنجان مخلل. يلا احبكم في الله. مش لازم بقى نعمل الرز مع بعض طبعا الرز عملناه قبل كده كتير. يا رب كده انصر فلسطين واهلها، وعز المسلمين يا رب في كل مكان. قولوا امين. ويا ريت كده الناس حبايبي اللي بيشوفوا الفيديوهات بيجيلي مشاهدات كتير. يعني هي مش كتير قوي، بس مفيش لايكات. اتمنى منكم ما تنسوش اللايك اللايك اللايك. يلا بحبكم في الله، في رعاية الله وحفظه. مع السلامة. حبايبي عملنا كده الرز اهو. طبعا قلبته، عملنا كده بالجمال ده ما شاء الله. شكله حلو قوي. حطيت له طبعا الملح، بحمره كده شويه في السمنه. بعد كده احط بقى الشوربه، احط ميه اللي يريحك. طبعا هغطيه. تمام. ويستوي.